كلنا بنستخدم الQR كود كل يوم، بس عمرك سألت نفسك إيه اللي مستخبي جوه المربعات السوداء والبيضة دي؟ الQR ده شكله بسيط جدا، بيشيل كمية معلومات رهيبة في مساحات صغيرة جدا. أول حاجة هتلاحظها الثلاث مربعات الكبار، دول اسمهم علامات التوجيه، بيوروا الموبايل يبتدي يقرأ منين، وعشان كده بتقدر تمسح الكود حتى لو إيدك بترف أو الحركة سريعة. عندك كمان النقط الصغيرة اللي ماشية في صفوف وأعمدة، دي اسمها تايمنج باترنز، ودورها تحدد مكان كل صف وكل عمود في البيانات. وفي مربع صغير كده على الجنب، ده علامة المحاذاة، وظيفته يصلح أي تشويه لو الكود مطبوع على حاجة منحنية زي إزازة أو علبة. نيجي بقى لقلب الموضوع، البيانات نفسها. الQR يقدر يشيل معلومات أكتر من الباركود العادي ب 350 مرة. طب ولو الكود مخدوش أو جزء منه مقطوع؟ هنا بقى يجي دور تصحيح الأخطاء. الكود ده فيه أجزاء احتياطية بتشتغل كأنها نسخة باك اب، وبتخلي الموبايل يقدر يقرا المحتوى كامل حتى لو 30% من الكود بايظ. واخر حاجه بقى الماسكينج، دي حركه بيتعمل بيها تمويه للبيانات عشان شكل الكود يبقى سهل على المسح يقراه، واول ما الموبايل يفك التمويه يظهر المحتوى الحقيقي زي حساب دفع التاجر او اي معلومات تانية. هل عمرك كنت تفتكر ان الQR فيه كميه المعلومات المعقده دي قبل ما تستخدمه؟ واخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.